أعزائي المشاهدين، مشكلتك ليها حل. النهاردة هنتكلم عن البلطجة، المشكلة اللي كلنا بنعاني منها وبقت في شوارع كتير جدا وبقت أساس في حياتنا. البلطجة والعنف، البلطجة والعنف النهاردة بطلها مصطفى عبده. مصطفى عبده اللي ملوش ذنب في أي حاجة غير إنه كان معاه مشكلة مع مراته وهو ملوش دعوة بالمشكلة أصلا، فيعني اتحط عليه في الآخر. أنا مش هقول إن هو اللي ضرب مصطفى أو اللي تهجم على مصطفى، ما نقدرش نقول بلطجي لأن يعتبر ابن عمه وأخوه. أنا هسيب مصطفى دلوقتي هو اللي هيتكلم معاكم، بس قبل ما هخلي مصطفى يتكلم عايزة أقول لكم إن الحادثة حصلت في مركز أجا شوى الشرقية. فأنا دلوقتي هسيب مصطفى هو يحكي لكم إيه اللي حصل معاه. ازيك يا مصطفى؟ سلامتك، ألف سلامة. أنا عايزاك تحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى عبده، عندي صوتك شوية لو سمحت. شيوة الشرقية، مركز أجدة أهلي. أنا متعود بعد صلاة العشاء أقعد في البيت أفتح شوية فيس. أنا قاعد بظروف، قاعد فاتح فيس، فجاي التامر اللي هو زي أخويا إبراهيم مربيهم سوا دخل عندهم البيت، وبعد 10 دقايق ببص لقيت حاجة رزعتني في رجلي، شومة ركن ايدي دي بتاع حوالي 1.5 متر، قطمت رجلي نصين. بعد كده وقعت على الأرض وربنا أراد ونجاني، وقعدت أتقبل منه ضرب مقصود في الراس في الدماغ، متعمد إن هو يضربه في دماغي، وبقى ربنا يقويني عليه إن أنا ألحقه بإيديا. ربنا يخليني أصد 15 ضربة أقوى من اللي في رجلي، والحمد لله رب العالمين. ربنا نجاني، وأنا مش متوقع إن الدم كده أبدا يعمل كده، لأن والله العظيم والله عمري في حياتي ما كرهته ولا نويت له أي ضرر ولا توقع منه أي رد. ديت مؤامرة وحصلت عليا، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما أداني وظلمني. أنا مفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأرفع مظلمتي للسيد الرئيس والسيد محافظ الدقهلية أيمن عمران ومدير الأمن وكل رجال الأمن، إن هم سايبينه طريق حر في وسط الناس وهو خطر على كل الناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة. أعزائي المشاهدين، زي ما سمعنا دلوقتي قصة مصطفى، هنكمل الحوار دلوقتي مع الأستاذة عايدة أخت مصطفى، هي هتكمل لنا الحوار. معانا الأستاذة عايدة أخت مصطفى هتكمل لنا دلوقتي إيه الموضوع وإيه اللي تم مع مصطفى وإيه السبب في المشكلة من الأساس. أهلا وسهلا يا أستاذة عايدة. اهلا بحضرتك. حضرتك ممكن تقول لنا إيه اللي تم مع مصطفى؟ إيه سبب الموضوع؟ مصطفى اولا، الاول سلام عليكم. مصطفى ما كانش له اي دور خالص في الموضوع ده. مصطفى ما بيدخلش في اي مشاكل مهما كانت. مصطفى بعيد، ده مشكله بين ابراهيم وزوجته، ولا احنا ولا ابراهيم كان لنا ولا مصطفى لنا ذنب في اي حاجه خالص. ابراهيم كان مسافر ورجع. كان طبعا زي اي زوج في الدنيا بيبعت لزوجته الفلوس وتمام ومفيش اي حاجه ومفيش مشكله. اتفاجئنا لما جه معاه تليفونها، فبيدور في عادي، بيلعب في التليفون عادي، فشاف لها فيديو. كانت في القاهره عند بنت خالتها. بنت خالتها دي اللي لما شيرت الفيديو بتشتمنا على النت دلوقتي شتايم قذره جدا. فبيقول لها، كانت قاعده في الفيديو ده عاملين عيد ميلاد لابنها، فبيقول لها ايه ده، انت ازاي تروحي مكان زي كده من غير ما تقولي لي؟ قالت له كلنا كنا رايحين. وابراهيم سكت وفوت الموضوع عشان خاطر عنده عيال صغيره، ومع انه اتنرفز عليها برضو بس فوت الموضوع. رجع تاني شاف لها فيديو في فرح عند خالها في بلد جنبنا، فطبعا انهار جدا لانها كانت واقفه في وسط شباب وعماله ترقص رقص هستيري. طبعا ما عجبوش الموقف، طب يلا تعالي، انت ازاي تعملي كده وازاي تعملي كده من غير ما تستأذنيني وتروحي المكان ده ازاي؟ طب يلا تعالي وهاتي لي الفلوس اللي انا كنت ببعتها لك والكلام ده.
طب حاضر هجيبها لك، هي عنده امي وهبقى اجيبها لك. طبعا اتنرفز عليها، ضربها بالقلم زي اي زوج، ان هو غار على مراته ان هي تروح مكان زي كده وترقص بالشكل ده، وساب لها الشقه وخرج. بعد كده رجع ابراهيم على اساس ان هي موجوده في الشقه. طبعا ما لقاهاش، ولقاها لما كل حاجه من الشقه وخدتها ونزلت. طبعا البنت دي الست دي مرات ابراهيم بيتهم جنب بيتنا مباشره، لان يعني في الشارع، واحنا للاسف عيله. واول مره المواقف دي تحصل عندنا، فانا موهومه مش مصدقه نفسي ان ده يحصل عندنا في العيله. فروحنا طبعا، اللهم صل على النبي، جه ابراهيم. تاني يوم هو بيتصل عليا لما رجع من بره، فانتي فين؟ ردتش طبعا عليه، فقال لي يمكن نزلت شويه وخلاص وهترجع تاني. سابها في دقيقتين. تاني يوم طلع على الكوبري بتاع البلد، فات عليه نسيبه اللي هو جوز اختها الكبير اسمه البحراوي. فمسكه من التيشيرت بتاعه وقطعه له وقام شتمه. طبعا البحراوي كان معاه ابنه طبعا ابراهيم ما رضيش ان هو يكلمه قدام ابنه عشان ما يهنهوش اساسا قدام ابنه. انا بقيت مستغربه ان ازاي ابراهيم ان حد يشتمه ويسكت له، دي كانت مستغربه جدا. جيت لقيت ابراهيم اتصل عليا انا واختي، واحنا قاعدين في المحل وهم قاعدين في اجا، في بلد جنب اجا كده، شيوه. طبعا تعالوا علشان البحراوي شتمنا. البحراوي ده ابن عمنا اللي هو زوج اختها الكبير. جريت انا واختي بنشوف ايه الموضوع، لان اول مره في العيله حد يزعق مع حد بالشكل ده، وولاد عمي يمسكوا ببعض ازاي. فاحنا جرينا طبعا مش مصدقين نفسنا، جرينا في ايه يا ابراهيم؟ قال لي البحراوي خلاني واقف على الكوبري وشتمني، وانا كنت باعت لها فلوس كمان. بتقول مش عارف هي ودتها فين وكده. تعالوا شوفوا الموضوع ده. احنا رحنا طبعا، رحت طبعا شهدت ولاد عمي عليه اخوات البحراوي. طبعا ما عجبهمش طبعا الموضوع ده، ان ازاي البحراوي يمسك في ابن عمه. وده اللي انا قدرت اعمله يعني وكده، عشان احنا ما ينفعش ان احنا كنا نمسك في بعض، احنا اخوات وولاد عم. روحت البيت طبعا لقيت اختي ابراهيم باعتها، قال لها تروحي شوفي الموضوع. رحنا انا وهي اختي عند ام البنت دي، ام مراته. بقول لها في ايه؟ ازاي ان انت مثلا تسيبي البيت؟ وفي ايه؟ ازاي البحراوي يمسك في ابراهيم والكلام ده؟ وفين الفلوس اللي هو كان بيبعتها لك؟ ازاي ما تحافظيش على فلوس جوزك والكلام ده؟ الفلوس دي لولادك، وانت المفروض زوجه تحافظي على فلوسكم والكلام ده. طبعا امها ردت، هي امها اللي ردت، قالت هو بقاله 20 يوم جاي او 25 يوم جاي كل اسبوع يسحب. كان فاضل بس 50,000 جنيه من الفلوس، وسحبهم 50 في 10 في 10. انا مش فاهمه ال 20 يوم ولا 25 يوم دول فيهم كان اسبوع عشان يسحبوا 50,000 جنيه. قلت لها ازاي الكلام ده؟ فجاه لقيت اختها اللي اسمها هبه دخلت علينا واحنا قاعدين. امها قامت مصرخه مش لاقيه كلام تقوله، الهاديه يا هبه ابراهيم شاتمنا وجايين يتهجموا علينا. احنا قاعدين، انا جالي ذهول مش مصدقه ان البنت تتكلم او امها تتكلم معانا بالشكل ده، عمرها ما حصلت طبعا. لقيتهم البنت قامت واقفه، هبه قامت واقفه في الشباك في الشقه، قامت مصرخه وقامت شتمتنا اقذر الشتائم عمري في حياتي ما سمعتها. وشتمت ابراهيم اخويا الشتائم وحشه جدا جدا. طبعا الكل اتلم طبعا بصوره مش طبيعيه. وانا كنت مستغربه، انا قلت لها انا مش هعرف ارد على الاسلوب بتاعك ده، احنا ما نعرفش نرد على حد بيتكلم بالاسلوب ده. خرجنا طبعا والناس اتلمت طبعا من العيله برضو، وروحنا لان بيتنا جنب بيتهم مباشره. وروحت انا واختي، رحنا لشقتنا ما فيش اي حاجه. اتفاجئت ان هي بتعمل محاضر كتيره كده في ابراهيم وابننا هنا. انا مستغربه ازاي، انا اتفاجئت بالبت دي ان هي بتعمل حاجات زي كده هبه. وطبعا جوز اختها البحراوي. فانا مستغربه ازاي ان احنا كنا نبقى عيله واهل، وازاي ان هم يعملوا يأذونا بالشكل ده. طبعا بعدها ب10 ايام الموضوع خلاص انتهى، وروحنا جينا هنا المحله ومفيش اي حاجه. اتفاجئنا بعدها ان حد بيتصل علينا تعالوا الحقوا مصطفى في المستشفى. في ايه؟ ساعتها ان ابراهيم
وفي ناس عندنا من الشارع ومن البلد كانوا واخدين ابراهيم يصلحوه على في بلد خال البنت دي، خال مراته، وقاعدين وعاملين قعده رجاله وقاعدين بيصلحوا ابراهيم. وانا قلت لابراهيم عادي وهات مراتك عشان ولادك ومفيش مشكله، مفيش مشكله الا اي حاجه. اكتشفت ان هم بقى قاعدين في قعده رجاله، ساب تامر اخو البيت سابهم قاعدين في قلب البلد، وقام جاي مخلي مصطفى اخويا ده ملوش دعوه بحاجه، يعني بيصلي العشاء بيعمل كوبايه شاي ويقوم قاعد على السلم كده ملوش دعوه باي حاجه. طبعا البحراوي ابن عمي سباك، عنده محل سباكه، عنده ادوات صحيه كده في محل عنده في البيت، وبيتاجر في اللي هو بتاع الكوريك ده، الخشبه بتاعته الكوريك ده الايد دي. واداله كان مديلهم مواد تامر واحده باعتها مع ابنه، باعتها له مع ابنه في قلب البيت اللي جنبنا عند تامر. تامر طبعا عرفت من الدنيا كلها والبلد كلها ان هو كان معاه سلاح، راح وداه عند اخته الاول، وطبنجه ده اللي انا عرفته 9 مللي تقريبا حاجه كده، وداها عند هبه. وجاي من الشارع، يعني حضراتكم الوقت هتشوفوه في الفيديو وهو طالع من نفس الشارع اللي فيه بيت اخته، وجي دخل في البيت في المدخل بتاع البيت عندهم، كانوا واقفين له بالشومه لما كانوا بيراقبوا مصطفى وعرفوا ان مفيش حد خالص في الشارع، ومراته وامه والولد ابن البحراوي ومرات ابراهيم كانوا واقفين مستنيينه على ما يودي البتاع اللي معاه دي الطبنجه دي، وكانوا مستنيينه بالشومه دي، وخلوا وراقبوا الشارع لغايه ما عرفوا ان مفيش اي حد في الشارع خالص. فهو جاب الشومه منه، وده فيديو حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. وقام رايح على رجل مصطفى وقام خبطه علشان هو ما يقدرش على مصطفى، قام خبطه على رجله وكسرها له. وزي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي ان هو خبطه قتله وكان بيموت فيه من غير ذنب، من غير ما مصطفى ما يعمل له اي حاجه. انا عايزه اعرف مصطفى عمل له ايه عشان يعمل فيه كده، ما اذاهوش في حاجه ومصطفى ما اذاش اي حد. منظر فظيع بجد فظيع، وقعوا في الشارع، ولولا ستر ربنا ان كان في كاميرا بتصور، في كاميرا في الشارع صورت الواقعه كامله. واخويا قاعد على السلم ما عملش اي حاجه، والتاني جاي عليه بالشومه خبطه وكسر رجله كسر فظيع جدا. وطبعا كان رايح على راسه، لولا اخويا ستر ربنا حاش على راسه بايديه، كسر له ايديه لدرجه ان هو معمول في جسمه 5 عمليات دلوقتي. ودلوقتي لغايه اللي احنا فيه الوقت اللي احنا فيه الولد ده هربان، مهربينه اهله، لدرجه ان انا الكل قال لي شير الفيديو، شيرته، دخلوا على صفحتي يشتمونا اقذر الشتايم. انا طبعا ما بردش على حد، لدرجه ان هم شتموا اخواتي شتايم وحشه، وانا بمسحها بس بعمل عليها سكرين علشان اخواتي واخويا ابراهيم ما يشوفش الكلام ده، عشان انا عايزه القانون اللي يجيب لنا حقنا. انا مش عايزه بلطجه، انا مش عايزه حد يتاذي، انا كفايه اخويا اتاذى، لكن انا مش عايزه حد تاني يتاذي. منعنا اخونا وبعدناه ابراهيم علشان ما يعملش اي مشكله، وهم برضو مش سايبين اي حد يشير الفيديو او اي حد يعلق لي على الفيديو، يدخلوا يشتمونا ويروحوا يمسكوا في الناس، ماسكين في الشارع كله كده. فين القانون؟ فين الحكومه؟ فين الحكومه؟ الولد خالها له خال بيشتغل في المركز سواق لرئيس المباحث. رئيس المباحث ده شخصيه محترمه، انا نفسي كلمته في التليفون لقيته شخصيه محترمه، والواد مطلع عليه اللي هو خالها ان هو ما حدش هنقدر نعمل له حاجه، وهو مظبط الدنيا، واحنا ولا نقدر ولا القانون ولا اي حد يعرف يجيب حقنا خالص. حقنا كده ضاع من يوم 13/9 لغايه النهارده. حق اخويا رايح، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. سايبين حتى الناس اللي المخبرين دول ولا المباحث اللي بتروح تنزل ولا بيعملوا اي حاجه، وسايبين الولد طليق عند اخواله مخبيينه وماشي بسلاح ومهدد الدنيا. انا جبت اخويا من المستشفى طلعته وجبته على هنا على المحل، علشان انا لو فتحت البيت هتحصل جريمه قتل تانيه. انا مش عايزه ده، مش عايزه حد يتاذي، بس انا عايزه النهارده حق اخويا. فين حق اخويا؟ واخويا انا اللي بيموت ليه؟ ده ظلم.
دلوقتي احنا سمعنا كلام الاستاذه عايده وعرفنا اصل الموضوع واصل الحكايه ايه. احنا بنناشد هنا من برنامج مشكلتك ليها حل، احنا بنناشد السيد وزير الداخليه انه يتدخل في الموضوع، ومدير امن الدقهليه. احنا عارفين ان حضرتك حد محترم جدا وما بترضاش بالظلم،